الشباب. مش بقول طبعا انه اللوم على الشباب، ومش عشان انا شاب بدي اللوم على البنات ولا ببقى في صف الولاد، بس انا بتكلم من امور. انا شاب وبشوف، بتكلم من امور يا جماعه. بحاول اعلي صوتي عشان بس الصوت. من امور دينيه. وقبل ما نتكلم في اي موضوع لازم نوجه رسالة. يا ريت يعني لو في حد من الأب والأم بيسمعونا، إنه لازم يبقى في رعاية كبيرة جدا 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 على بنتك وعلى ابنك وعلى ابنك. لازم يكون في توعية 24 ساعة في 24 ساعة وبطريقة غير مباشرة. يعني النصيحة مش لازم تبقى مباشرة، بطريقة غير مباشرة. ومش يكون في عدم ثقة. أنا أدي الثقة لبنتي، وأدي الأمان لبنتي، وأدي الأمان لابني، وهكذا يعني. لكن يا جماعة بمنتهى الصراحة، بمنتهى الصراحة ما تزعلوش مني، احنا أصبحنا يعني مقصرين كل التقصير في علاقتنا مع بناتنا مع أولادنا. إنه البنت أو الولد بيطلع في المجتمع ما فيش أي ضوابط بتحكمه، ما فيش أي حد بيفهمه، ما فيش حد بيقول له دي بنات ناس، ما ينفعش تضحك عليها، ما ينفعش تعشمها بأن أنت تتجوزها. قصة الارتباط قصة حرام، وليست حاجة ما تنفعش، لا هي حرام. تجريم الفعل أمام طفلك، أمام ابنك أو أمام بنتك، بيخليه يرجع بسرعة، وخصوصا لو كان السن صغير، خصوصا لو أنت زرعت فيه إنه الولد يصاحب الولد والبنت تصاحب البنت. والله لو كنت عايش في أمريكا، طالما أنت مؤمن برسالة محمدية ومؤمن باللي قال عليه الرسول قال كده. وقصة الارتباط لما احنا نجي نتكلم ونقول ده ما ينفعش، يعني لما تشوف بنت بتتكلم مثلا تقول والله أنا بطلت أكلم ولد عشان هو ما ينفعش، لكن هو قبل ما ينفعش يا أستاذة هو حرام. هو قبل ما ينفعش هو حرام أصلا. علاقة ولد وبنت في إطار غير شرعي حرام. طيب أنا بصراحة في بنات بتصعب عليا. يعني هنقول مثلا أنت عندك مشاعر وبتحبيه، تمام؟